بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ومعانا النهاردة وصفة جديدة بس حلوة جدا جدا. مكرونة ال10 دقايق، انا سميتها كده علشان فعلا سهلة جدا ومبتاخدش معاكي غير 10 دقايق، وطعمها حلو جدا جدا، وتنفع بقى غدا سريع، عشاء، تنفع كمان جوع اخر الليل. فبصراحة حلوة جدا. انا جبت كيس مكرونة اللي هو التحمير ده، انا بحب المكرونه الصغيره دي في التحمير. قطعت قرنين فلفل رومي، وقطعت حبايتين طماطم. كان عندي كده اقل من ربع كيلو فليه، انا كنت مستخدماه قبل كده، كنت قاليه منه، وبعدين زادوا دول، قلت هحطهم في الفريزر اكمل عليهم. بس بصراحه ما شفت الوصفه دي وعجبتني، قلت فكره ان انا استغل البانيه ده، ما كانوا 3 حتت بس، يعني ممكن كمان اقل من ربع كيلو. وكنت متبلاه تتبيله البانيه عادي، ملح وفلفل اسود وبصل وتوابل البانيه. بدات دلوقتي كده ان انا حطيت الطاسه على النار، وحطيت فيها معلقه من السمنه، وقمت جايه نازله بالفراخ. هبدا اشوح الفراخ كده لحد ما تغير لونها، وبتبدا تنزل شويه ميه كده من غير اي سوائل، يعني انا ما حطيتش اي حاجه غير معلقه السمنه، ونزلت بالفراخ زي ما انتم شايفين. هبدا ان انا اشوح، هتغير لونها وتبيض، وكمان هتنزل شويه ميه كده. اما تنزل الميه اللي فيها دي، هبدا ان انا كمان انزل عليها الفلفل الرومي والطماطم، هديهم تشويحه كده، تقليبه بس سريعه، عشان انا عايزه الطماطم والفلفل تفضل خضره لحد ما احطها على المكرونه. كده هركن بقى الفراخ بتاعتي بالتوابل بتاعتها، ما حطيتش اي توابل غير اللي انا هضيفها للبانيه او في تتبيله البانيه، اللي هو كان البصل والفلفل الاسود والملح وتوابل البانيه، هو ده بس. هركن بقى ده على جنب، وهبدا ان انا دلوقتي احمر المكرونه بتاعتي. برضو نزلت بمعلقتين سمنه، ونزلت بالمكرونه بتاعتي، اقعد احمر فيها لحد ما تيجي عندي اللون الذهبي. انا بحب المكرونه في التحمير يبقى لونها ذهبي كده وحلو، فهبدا ان انا احمر فيها لحد ما تيجي عندي في اللون اللي هو الذهبي ده بس. هبدا دلوقتي احمر المكرونه، وبعد ما نحمر المكرونه هنكمل وصفتنا. زي ما انا قلت لكم، غدا سهل وسريع او عشاء سهل وسريع. ممكن بس تعملي جنبه كده طبق بطاطس محمره، وكده هيكون طعمه حلو جدا، ومش مكلف وسريع، وكمان طعمه حلو. زي ما انتوا شايفين كده، تحمير المكرونه بتاعتي خلاص داخل على تحمير. وخلي ايدك وانت بتحمري المكرونه، كلنا عارفين لازم نقلب نقلب عشان المكرونه كلها تبقى لون واحد. نزلت بقى بكل الحاجات بتاعتي، اللي هي بقى الفلفل والفراخ والطماطم. هبدأ ان انا اقلب كده على طول، كله تقليب تقليب. وهبدأ بقى ان انا اضيف اللي انا ناقصني، هحط عليها معلقة معجون طماطم، عشان برضو بتحمر الفراخ وبتحمر المكرونة، وتخلي شكلها حلو، وطعمها كمان بيكون حلو، يعني بتدي طعم حلو. كان عندي كده كمان بواقي صلصة في البطرمان، حطيت فيه شوية مية كده ورجيته، وقمت ضايفاها عادي على المكرونه، شغال يعني مش هتعمل حاجه. وما كانش عندي شوربه، عندك شوربه لحمه شوربه فراخ ضيفيها، ما عندكيش. انا غليت ميه في الكتل، ظبطت ملح وظبطت فلفل اسود، ونزلت بمكعب ماجي، وفعلا كان طعمها وريحتها تحفه. اتمنى فعلا ان انتوا تجربوها، سهله وسريعه، وفعلا بتنفع في الزنقات. لو انت مثلا في مشوار وراجعه وعايزه تعملي غدا سريع، لا سريعه وطعمها حلو. ضفت كمان شويه فلفل اسود زي ما انا قلت لكم. كل اللي انا ضفته، غليت ميه في الكتل ومكعب من الماجي، وظبطت ملح وظبطت فلفل اسود، وكان طعمها حلو جدا اكنها شوربه. ما تقفيش على حاجه، ويعني دايما كده على قد اللي عندك وامكانياتك، مشي نفسك. شايفين شكلها؟ وفعلا ريحتها تحفه تحفه، وتفتح النفس بجد. هبدأ دلوقتي بقى، هي كده خلاص استوت، وبرده هي يكون فيها شوية مية صغيرين كده، هدي عليها عشان تستوي مع نفسها وما تعجنش منك وتبقى مفلفله. مكرونيه من مكرونيه زي ما انتوا شايفين. تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تستاهل لايك ان شاء الله، ولو جربتوها هتعرفوا ان هي تستاهل. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مفلفله وجميله، والفراخ مستويه، وكان ريحتها حلوه جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها. لو عجبتكم ما تنسوش التعليق الحلو وكلامكم الحلو اللي بيشجعني، واللايك للفيديو.